اخليه يندم اليوم اللي دخل فيه يلعب ذئب الواحد. ما في رحمة. اليوم راح اغير اسمي بعد 7 سنوات في فري فاير، ولو تدخل لحسابي اكيد راح تنصدم للاسم اللي عملته. اول شيء نحتاجه بطاقة تغيير الاسم، بما انه ما اقدر اشحن. لحسن الحظ عندي ثنائي ديناميكي مع هذا اللاعب، واحذروا شو وصلتها للليفل 3 وراح نقدر نغير الاسم. واخيرا انا صديق مع ابو عبيدة لمدة 58 يوم اي شهرين، وراح ناخذ هاي الجائزة. حصلت بطاقة تغيير الاسم و5 قسائم شراء، وهذا الافاتار اللي متاكد انا ما حدا راح يستعمله. في بالي اسماء قويه راح تعجبكم. اول اسم راح اعمله، راح اخلي فقط مصطفى بدون لوف، يعني الحب. ما اغباني. ونشوف هل راح نقدر نغير ام لا. اكيد راح نقدر جماعه، والله مش عارف. يعني لو نخلي هذا الاسم فقط بدون ما نضيف اي اشي راح يقبله. راح اشوف. اوه الاسم موجود بالفعل. جات في بالي فكرة، راح اخلي نفس الاسم مصطفى، وراح اضيف هذا الرمز ونشوف. اوه وي فاينلي. وباي ذا واي عندي 2001 لايك، يعني يوم عيد ميلادي. فاكتبوا لي شباب في التعليقات هل عجبكم الاسم او لا، واقترحوا لي اسماء حلوة يمكن اغير الاسم في المستقبل. ليتس جو يا اساطير، راح نجلد اللاعبين وندعس عليهم. راح ننزل في البيك، وسمعت ان الدنجر زون رجعت في اللعبة مرة اخرى بعد 4 سنوات، فهذا شيء خرافي والله. مبدئيا كل سكواد نزلنا مع بعض، فالله يستر. كفو عليك يا مصطفى، يعني للوهلة الاولى مشتها، بس اهم شيء جلدناها جلد. هذا يمكن النت عنده ينفصل. بتأسف شباب. ما في رحمة. راح نفنشه على طول، لاني كل مرة النت عندي ينفصل اللاعبين يجلدوني. ما في مرسي في اللعبة. يلا لو يطلع. يا حيوان لو جبت العيد. خلاص. احب اطمنكم راح افتح كلان جديد، وهاي المرة راح يكون اقوى من الفائت، لكن راح يكون باسم مختلف واسم حلو، مثلا شغب، مثلا الارض الموعودة، يعني شيء فخم، فاهمين؟ فاريدكم تقترحوا لي اسماء، وبالطبع راح ادخلكم كلكم. راح يكون كلان قوي ان شاء الله. اورايت، معنا خصم مبدئيا يبان ايزي، اهم شيء ما يصيدني. كفو. احاول اجيب الهيد. كفو. دعسنا عليه. دعس. ما في مسح. ويلا سريعا نحاول ننهي منه. واي نوت هاي المرة ما نلعب الأم. نحاول نستمتع بالقدر الكافي. وشكرا شباب على الدعم. تقريبا وصلنا إلى تقريبا 5500 مشترك، والله شكرا. لو نكمل بهاي الوتيرة فراح نوصل 6000 مشترك في أسرع وقت. حسنا. أنا مش شايفه. نو 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 نو. تلجة، ما في تلج. تعال يا كلب. تعال يا حيوان. كيف؟ ارتحت نفسيا. انتقمنا منه بنجاح. واخر مبارتين اكيد راح نستمتع. هل في لاعبين يعني بسلاحهم المفضل تومسون؟ انا افضل بي 19 حتى ادعس عليه بكل اريحية. يلا اطلع. حاسس به. الفأرة بدت تعمل لي مشاكل. الهيد، نريد الهيد. كفو. راح افاجئه بقنابل. اخليه يندم اليوم
اللي دخل فيه يلعب ذئب الواحد. ما في رحمة. جبنا العيد. راح يرمي عليه قنبلة، او انا راح ارميها. مستغرب. يا حيوان، ايش عم يصير؟ كيف قتلته؟ شباب مش مصدق. راح اجرب العب الذئب الوحيد 2 ضد 2 مع متابع. شكلي راح استمتع. مبدئيا عم اسمع فقط اصوات اطلاق النار. شايفين اي لاعب؟ مستغرب الصراحة. يلا واي نوت نعمل بوش. اوه الكلب حاول انه يغدر. كيف ما جبته؟ يلا يا حيوان. لوين راح تهرب؟ اوه ما يلعب صديقه. كفو. رميت عليه قنبلة. كفو. هو الحين مختبئ الحيوان. يلا يا كلب. كيف ما تموت؟ يعني الامر مش طبيعي والله. وهذا ما يلعب ترى. يلا نستمتع معه. ناصر عسل. بس الصراحة لو كنت في مكان الخصم كنت راح اكون مستاء جدا والله. يعني تخيل تلعب 2 ضد نفسك. يعني والله الامر صعب. اوه الحين راح تكون مواجهة 1 ضد 1. بدأت اتوتر. ما ريتكم تتوتروا معي. شايف موقعه؟ نو الزون راح يلحق علي. ما بعرف شو اعمل. اوكي شكلي انا اللي راح اعمل هجوم. يا حيوان كفو عليك يا مصطفى كفو. راح اعمل له رقصة الحب. شكله استاء من هذه الحياة. بس المباراة على فكرة طولت شباب اكثر من اللازم.